فرقوا عليهم الحواله، طالوا ماشي رمضان مثلا وما عندهم الباستا. اللي عنده الباستا حطي راه اجر، ماشي ديال غنشد انت غتقطع الطياره واش نطبل من المغرب، نو هذا ماشي اجر قلاوي. اجر هو غادي يمشي لواحد الباتيسري اللي غيكون كبير، ولا غنمشي لبلاصه فين كيتصدر فين كيتباع داكشي بالجمله، وغادي نتقدا واحد الكميه اللي هي كبيره غتكون حتى 5 الملايين ديال التقديه، وغنجيب واحد كامل ولا 207 وغندفع الماكله في هذيك 207 وغنمشي للدواور والبلايص اللي فيهم الناس محتاجين واللي ما كيوصلوهمش بزاف د الحوايج، وغنبدا نفرق طق 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 وغنفرق وغنعاون الناس وغنساعد الناس. هذا هو الخير. الخير كيكون هكا، ماشي الخير طالع لي ابان كيما قالت لك مايا، هذيك القحبه ديال مايا ديك الرقاصه الرخيصه حتى هي دارت لهم طق طق حسبات راسها شطاحه رقاصه انت كنت مدلوله مركونه. كلشي الرقاصات كي دايره سكوطر تيح بنتي من بلاصتك طلع خرجت في الرقاصه كيفاش كيحطوها له كيضربوه له شطيح على حقه طريقه. اما انت يا حبيبتي ولا انا معاك ولا هذوك الطراكس والهانهانا كلشي اختي على خرايات تما هي جالسه كترمي عامر مع خراوات حتى انا معاكم وكتقايلوا تلوي وكتحسبوا راسكم رقاصه حتى انا مخشيه معاكم. انا ما دخلتش مدرسه الرقص راه ما كنتزكيتش اسبانيوليه ماشي عربيه. هاد الخرايه هي قالت لك كنديروا الخير تفرقوا الفطره على عباد الله من رمضان هنايا في شنو سميتو ولا في الانستغرام. اختي باقي ما شفتو خير. انا الخير اختي هو هذا اللي قلت لكم انا 207 كيكوب 4 الملايين 5 الملايين 6 الملايين 9 الملايين دفع. عندي الماده بحال هاد صوفي زبلتي تقول انا عندي الماده بلي اختي جوانه. كاين دواء اللي ما فيهمش الجوانه بلي اختي جانه وصور يقول ويلي ويلي حلي لي بنت جامع هذه ما تعرفيش ديري اختي وديري هذه يا اختي. اما نقولوا حاطوا رديهم لنا من تركيا والزوامل عا اختي تمر معلومه في المغرب يسميوها السبانه والنعله. في المغرب على السبانه والنعله والحقره والقهره والجوع. الجوع ما عندناش الحمد لله في بلادنا. الحقره غيسميوها الحقره. لا ما خلينا حداك في تركيا اختي كيضربوا الدروغه وكيهزوا في الخلوه. لا ما تصيفطها من اختي لهاد البلد السعيده الله يرحم لك الوالدين. الخير اللي غدير انا قلت لك كيفاش غدير. غنمشي للخيريات. كاينه خيريات في المغرب نفكر اليوم راه شفنا حنايا الوباء اللي عايشين في الخيريات. انت كنبهدل الحوايج كاين الناس ما عندوش. يا ربي حنا نرحمنا برحمتك وعطينا من نعطي. نمشي نشري واحد الكميه عاوتاني ديال الحوايج تكون كبيره ونعطيهم لهاد الناس هادو وندير فيديو نقول انا درت الخير. هذيك الساعه نستعرف بك انك كدير الخير. نمشي للجوانع نشوف السطوله ما تيكونوش عندهم السطوله باش كيتوضاو ما كيكونش عندهم الصنادل ما كيكونش عندهم الحصاير بعض الاحيان كيكون المهم بزاف د الحوايج. نمشي نشري هاد الحوايج هادو اللي هما خاصين الحوايج اللي غيتقبل لي فيهم الله عز وجل الاجر ديالي. ماشي اختي تجيو نتوما تطلعوا علينا هنايا تبقاو تزاحموا علينا كالقحاب وتقولوا لنا الاجر حق الاجر اختي اجر. حتى طلعتي لي دابا مثلا الانستغرام ديالك اجر دوك تحسبي انت بتقحب الله يحرق ظلمك يا مايا الزب يا الرقاصه الرخيصه اللي كتقعدي تضربي في البير راهي بتقحبام. قلت لك الاجر انا عرفت اختي هذا الاجر هذا ملي جبتيه انت الاجر ما عرفت من لاقطه والنهار كامل تفكي بالفرونسي النهار كامل وين يطلع النهار من تفيق. عمري شفتي لايف ديالها حتى انا تفرجت لايف ديالها عمري شفتي لايف ديالها ما كتهضرش بالفرنسي دائما فرنسي. واختي انت عندك المغاربه ما عندكش النرويجيين عندك المغاربه وانت واحد الانسان اللي كيتابعوك بزاف ديال الاشخاص اللي هما كيقدروا يكونوا قارين يقدروا يكونوا ما قارينش. اذا خصك اختي تسبيكي بالعربي سبيكي اختي بالعربيه. واش الناس انا راك شفت الناس كيهضروا 7 اللغات عباد الله 7 اللغات اقسم بالله العظيم الا كذبت عليكم وربي الحبيب عالم. شفت الناس كيهضروا 7 اللغات وكيهضروا بالدارجه يا حبيبتي تقولي هادو طبقيين وتقولي هادو ما كيعرفوا حتى شي خريق والله تقولي وبالشهادات ديالهم الشهادات ديالهم وخدام هنايا مع البوليس خدام مع المخزن وخالتي وحده منهم وناس واصلين ولكن تشوفي الدارجه ديالهم تقولي لا من بعد تقولي هادو راه طبقيين. هادي اختي نهار كامل بلغه وحده فرنسي كالجوشه دايره وهذيك اختها مقابلاها بعينها طرد كان البقره قدامها عاد نتلاقاو مع الصامت ثاني وطلعنا هذا الفرنسي كان باغي ينتحر كان باغي يتزعوط وحنا قلنا له رجعوا خونا نحب لك الوالدين. واش انا داخل نصلت اللايف ديال قحبه وزامل مغربيات اختي احببت افهموا الموضوع. انا ما فاهمش اختي شنو غنفهم. واش انا تبقى تسبيكي لي تما بالفرنسي انا جبت اختي سبيكي بالفرنسي مع الناس اللي كيسبيكيو معاك بالفرنسي. انت عندك شعبيه ناس تابعينك اللي هما يقدروا يكونوا عربيه يقدروا يكونوا طبيه يقدروا يكونوا من الراشديه يقدروا يكونوا من الوازازات يقدروا يكونوا يا اختي من الخميشات يقدروا يكونوا من خنيفرات لا ويلي يا اختي يقدروا يكونوا من الجيران يقدروا يكونوا من كوالكرسي من اي بلاصه في المغرب يقدروا يكونوا. اذا خصكم تهضروا بالعربيه نقولوا بعض المرات كيطلق لكم الكلمات كيهزعوا عليكم كيمشيو لكم بالفرنسي عادي غترجعوا راسها وغترجمها بالعربيه اختي حيت الناس باغا تفهم. الناس حابه تفهم ماشي حابه تكلخ. الناس ماشي انت غتخيل النهار كامل وانت كتشخبطها بالفرنسي لما كتشخبط دوك 10 الناس اللي عندك انت صحاباتك زعما المعارف ديالك دوك القوادات كيبحالك بحالك الجوارق اللي كيبحالك اللي كيهضروا بالفرنسي وما كيسكتوش من سبيكي فرنسي كيبقاو غير فرنسي 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 فرنسي. اختي بعدا كان راه غادا هضره كدير الهضره من تنخرج بشي بير
غادا داوي طرقاهم ولا ربي اختي. المهم كاع حنا كنتعاودوا يا اختي كنحط النقط على الحروف. نتوما الناس باغيني نهضر معكم باغيني نلقى هكا معمر عليكم هذا الانستغرام هذا وخليني اختي ندوي اللي جا فمي كنقولها. نتوما غتجبدوا لي الاسماء وطلقوني. المهم اختي هذه الرقاصه الفاشله الله يرحم لك الوالدين خصها دير خصها تبدل. هادشي اللي خصكم تقولوا لهم في الكومونتاري. خصكم تكونوا كتهضروا اختي ممكن انا كنكون كنتفرج شي القحبه وكنشوف الزنبه غتبدا تسبيك بالفرنسي كنخرج نتقاود تسبيكي على ممكن القحبه ما تسبيكيش عليا انا فرنسي. فاش قريتي معاه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريتي فرنسي اختي؟ فاش قريتي هذا الفرنسي؟ انا ما فهمتش هاد الناس هادو واش كيتكلخوا علينا ولا كيديروا عقولهم زعما كذا الذكاء ولا كيوصفوا ريوسهم بواحد النيفو اللي هو ماشي ديالهم. هادو كيوصفوا ريوسهم بواحد النيفو اللي ماشي ديالهم. انت باش قحبه كلباويه خامزه كتهز الزاد قحبه رقاصه في الديسكوات في كل شيء. ضرب العربيه اختي الله يرحم باك. شي رشيد زبيت بدا تهيا بالفرنسي. انت فين مشيتي كتبدا بالفرنسي يا اختي؟ عرفتوني انا بعدا كاين انا كنفهم هذيك جاغيف. انا كنهضر مع شي واحد نقول له جاغيف كنفهم اختي الكلمات هذاك الشيء ديال الضحك اللي دايره فرنسا انا كنفهمو بالفرنسي. ما انا دابا مثلا كنهضر بالاسبانيونيه مثلا انا مونغولا ما كنهضرش بالاسبانيونيه مزيان ولكن كنهضر بالاسبانيونيه. واش غادي نطلع انا وغنهضر بالاسبانيونيه؟ انا شحال من مره كنهضر اللي كيعرفوني كيطلعوا هنايا في اللايف كيكتبوا لي وما كنحاشيه ليهمش. انا داير لايف داير العرب غنسبيك عربي وغنطبل بنادم بالعربيه وغنحط ما نهضرش بالعربيه من برد قلبي انا واخا طابق السمع انا اللي كندوي بالعربيه عاد كنحس براسي انا مغربي ديال بصح مغربي برك واحد الدرجه ديالي مقوده. المهم اختي الله يرحم لكم الوالدين حيدوا علينا سبيك فرونسي. والبنات اللي كيتفرجوا في هاد الاشخاص هادو ملي كنتو كتفرجوا في اللايف اختي وتشوفوا فرونسي انتوا طبل لكم ما كتفهموش. انا راه خاشين وجهكم في التليفون ناس انا ما نتوما اختي كتعصبوني يعني المشاهدين. كطيروني يا اختي. واش وحده في راسها خريعه وحده ناقصه في عقلها حمار وحده في راسها بصله وقالت لك كتصالت بالفرنسي علاش بحال كتصيفط في البوسان وكتصيفط حتى هي كتدخل اليوغور كاع باش تعرفوني خلقها كتدخل لجوجل وتجبد شي كلمه بالفرنسي تجي تحطها في اللايف باش تبرع نيفو. هي مدلولي المركوله بغيت تطبل لك قلبك فوق راسك الفرنسي كان كيدل على الكلاس. انا ما فهمتش هاد الكلاس ديال المغرب اختي كلاسنا حنا بوحدو الصراحه ديال ربي. انا كنعرف ناس كلاس ايفون ديالو في الكونتاك عندنا ما كتلقاش فيه 30 واحد في النمره ديالو. انستغرام ما دايروش فيسبوك ما دايروش حارم راسو من بزاف د الحوايج برك حيت ما عندوش الوقت. حيت اللي كيكون كلاس ما كيكونش عنده الوقت اصلا ديكولاس واش فهمتوا ما يكونش عنده الوقت انه هو غادي يجلس ويجمع ويربع ويتغاير اختي شنو كلاس هذا دخلت عليكم بوجلاش من كلاس نحطها ونقولها ديتو كلاس. بغيت نطبل لكم على التفرقيع ديال المهدودين كلكم بنين على الديسوات يا ولاد القحاب كامل اللي في المغرب اللي كنهضر عليهم انا كنجبدهم بعدا كاين كلهم راه باقا السفينه غاده راه ماشي وحدين بعدا كاين باقا وصلت لهمش ولكن كلكم غنبقى ندوز فوق طبل لكم ونعاود نرجع لراسي ونعاود ندوز فوق ذنبكم ونعاود نرجع دابا خوتي اللي جاو قبل مني. هبطت للمغرب باش ندوز الكونجي ديالي وراه عندي تصاور في مراكش وعندي تصاور في المغرب كامل تسالت انا المغرب كامل طردقت تما في بلاصه صحيحه كاع داكشي اللي جمعته خسرته. ومشيت عند بايا اختي بالجمعه وصلت معنا ركبت الخميس ركبت الخميس ساعه ونص لقيت راسي في طنجه. لقيت واحد صاحبي واحد النصاب نصب عليا في واحد الحاجه من ربي الحبيب راه باقي كنهضر معاه واخا نصب عليا باقي كنهضر معاه يا اختي. هبطت يا اختي لدارنا وجلست مع با هبطت حطيت البيليزات ديالي بجوج نعقل عليهم وحده كبيره وحده صغيره يا اختي هادشي راه العام اللي فات شهر 7. حطيت يا اختي المايطه ديالي قلت له شوف هبطت بالبيرسينغ فين هبطت بحلقات ودنيه جوج هبطت بالصغر مصبغ في الطرق هبطت قحبه حجبان مضروبي قحبه باش انا بغيت نهضر معايا نهز مايطاتي ونزيد فهمتيني بقى احسن ما كدارش الله يحمل ما نقدر شوف نقول لك واحد جوج كلمات الله يرحم لك الوالدين. انا راه هكا ومصنوع هكا وشكلي هكا وهيئتي هكا وانا غنبقى هكا ما كايناش حاجه اخرى اللي غتبدلني. ما غتبدلني انت ما غيبدلني المجتمع ما غيبدلني شي واحد اللي غنبغي يتبدل غنبدل راسي. شنو قال لي با انا عندي با طميمي مادي شويه قال لي دبر راسك اولدي قال لي دير اللي بغيتي حياتك هاديك شغلك هذاك حياتك هذيك حيت با عيا معايا عيا في الاخر ويقول لي تسليمه رجل بلان. قال لي دبر كرك. عندي خويا اللي في الميريا حيت دابا خوتي انا كامل ولاو هنايا انا عندي 4 الذكور هنايا في اوروبا وبنت في الامارات باش تكونوا كتعرفوا سماعين كيفاش شكون انا. عندي خويا في السويد وعندي خويا في كرندا وعندي خويا في الميريا وانا هنايا وعندي اختي في الامارات. المهم حنا 4 دابا نحط لكم واحد الصوره انا وخوتي ولكن صورنا فيها غير 3 طالعين فيها غير 3.
برك حيت ما كانش فين نزيدو هذاك الخامس، ما كانش فين نحطو الكماره ديالو حيت وجهو كبير. ولكن ما غنحطلكمش تشوفوا خوتي الكاميرا ديالو، ما غنحطلكم، غتشوفوا غتشوفوا الام ديالي واه مسكينه الله يرحمها. قلت لكم يا اختي من بقيت هنايا في اوروبا هكا كنحط الفيديوز، حيت انا اصلا الفيديوز كنت كنديرهم باش كنت في المغرب. انا التصاور ديالي كنت كنحطهم على الفيسبوك. اول ما فهمت الفيسبوك كيفاش كيخدم كنت كنحط فيه التصاور. انا من الاول سبحان الله ما على باليش يعني راكلها، ما كنت من الاول كنتصور عيان، كنحط تصاور عليك. كنت باقي كنخدم في ريستورانت انايا في المغرب، سرباي ولا سرباي ولا في الكوزينه كنتلموا على شي حاجه، وكنت كنحط تصاور عيان دائما. المهم خويا بقى كيتفرج في الفيديوز ديالي وفي التصاور ديالي، كيشوف هذاك الشيء، كيوصل لذاك الشيء. انتم عارف راه انا كنت نبدي بالجروبات، كنت كنحط هذاك الشيء في الجروبات، والجروبات كيبقاو يصيفطوا شي كيصيفط لشي صافي. هو دارنا ما يوصلوا لهم الفيديوهات ديالي. وصلنا هذاك ديال التجنيد الاجباري ديال كنت لابس البيلوار فيه في الازرق، كنت باقي في السونتر ديك الساعه. وصلنا لهم هذاك الفيديو ديالي، ولات الروينه في العائله، كلشي ولا كيعرفني في العائله، واخا دوك اللي كنت كنهضر معاهم ولا كيهضروا معايا. فوقاش شافوني حتى نهار اللي درت نهار كنت محتاج المساعده كاع هضروا معايا ولا قلبوا عليا ولا قالوا فين اسماعيل وفاش كيخدم وشنو كيدير وفوقاش مشى لاسبانيا وفوقاش ما مشاش وكيدير حرق. داكشي ما قلبوش عليه. هما انا ما كيقلبوا، ما قلبوا على الشوهه اللي درت. هما جلسوا يصيفطوا لي العائله في المسجد وانا جلست نربرب على طب المهم كامل. بقيت عز ذنبهم غير الراس، ما خليتش شي تريك، ما خليتش شي حاجه، ما جبتهاش لعائلتي. بقيت على طب المهم عطيت نطبل المهم على الودنين، ما خليتهمش جدوره. وتواصل الدراري كل حطيتو ليهم كاع داكشي اللي كنت كنشوفهم فيهم وانا باقي صغير وما كنتش قادر نقولوا لهم. من ولات عندي القوه الكامله باش نقول لهم ولا نقول لهم كامل، ما خليتهم والو. تقول كاع داكشي الديفوس اللي فيهم الديفوس اللي فيهم والتقحبيل اللي فيهم والنفاق اللي فيهم قلت لهم. وصافي مابقاوش كيهضروا معايا عائلتي. انا دابا بصفه نهائيه ماشي عائلتي، انا كنهضر مع ديالي، كنهضر مع المرت با، كنهضر مع خوتي الذكوره، كنهضر معاهم كاملين. وكيشوفوا لا شويه ديالي اللي كنعمل في انستغرام. كونوا هانيين كاع ما تخافوا من هذا الشيء كامل، انهم كيشوفوني وراضيين عليا. ما عندهم ما يديروا اصلا. اش بغاو يديروا غير يحيدوني بحال اللي غيحيدوني. زعما كنعرفت بهذيك الحاله المدنيه ادم زي باسبور خضر ما كيقطعكش حتى الواد. اصلا انا ناوي نحيدو، ناوي ندبر على شي بلان اللي نصاغب فيه الجنسيه ديالي. راه ما عنديش الجنسيه انايا. وقت كيف ما قلت لك هكا دازت القصه. صافي دابا انا عائلتي مفرشين معايا، عائلتي انا ما يقلبوش عليا، عائلتي ما يدوروش بجيتي. زعما كانوا يجيوش ويقولوا لي لا اسماعيل طق وداك الشيء وشنو كديري وهكا وهكا وداك الشيء. لا، قطع معاهم، تقرا معاهم الورقه. غيهضروا معايا بلونجاج نقيو، غيحترموني وغيقدروني وغيحبوني. هما في الواتساب ما غيهضروش معايا نقي احسن بلوك ليهم. عائلتي ماشي عائلتي، ما كيهمنيش انا نقلب على ساعاتي. عائلتي هي ساعاتي والراحه ديالي، هو انني نكون انا مزيان، هو انني نكون انا اليز. ماشي ولا بغيت يكون عائلتي تكون كتكون ليا من الدم ديالي غير باش تكون عائلتي. نو، انا لقيت الخير في صحابي اللي ما لقيتوش في عائلتي. انا عندي صحابي اميز ديالي اللي هما كيعيشوا. لا، ما كنهضرش على صحابي ديال الانستغرام ديال داكشي، كنهضر صحابي اللي هما ناس نقايه، اللي كنت معاهم في السونتر مثلا، اللي رباوني في السونتر، اللي علموني بزاف د الحوايج. بزاف ديال الناس تعرفت عليهم هنا في اوروبا، وكانت عندي معاهم علاقه نقيه واللي هما كبار مني. حتى انا ما كنعاشرش اطفال، ما كنعاشرش الدراري صغار من قدي في السن ديالي، كاع ما كنعاشرهم بزاف. كنعاشر مع شويه. انا اغلبيه الاحيان كنخرج مع الناس اللي كبار مني، اغلبيه الاحيان كنخرج مع الناس اللي كبار مني باش كناخذ منهم خبره. وقالت لي فايتك الليله فايتك بحال وكنستافد منهم. البنات غير سالي اللايف واش نعاودوا ولا ما نعاودوش؟ الا بغيتوني نعاودوا ديروا اوكي بالزربه. شكرا اختي، شكرا جزيلا على الانستغرام ديالك. وغير يخلصنا الفاتوره ديال الضوء. القحبه الطاليانيه المجد فلمشوها، الخانزه المركوله تتاختي دويتي تعلمتي اختي حالتك وحالتي ايامك. ويلي هذيك اللي كتقول لك الصغار ديال القط ديال كرمتك ونتفوق. لا اختي انا الصغار ما عنديش اصلا، ولا انا عندي لابو داير بحال الدري الصغير. هذيك راه رياضه الكازابيه، ديك المبادله، ديك الخانزه المجد فاهم زغبت الحاله. عرفتي يا اختي حاطه وقايله ومتخيله راسها شرابوفا وهي كلها مبنيه على الخطا. يا صاحبتي شو تقولي بحقها يا صاحبتي الطليانيين؟ اختي ما تصونيليش الله عرفتي الصغار عندك الله يستر ما يدخل فانس تكون دايره بالنوايه عتروس. انت كتشوفي عندنا البارح 23,000 حاله. شنو يديروا معانا اختي؟ غسالين عليك. هذا جروب ديال الزوامل، هذا جروب غير ديال الزوامل ديالنا حنايا. المهم هاد الزوامل هادو دوزت معاهم بزاف ديال الوقت في الجروبات. اوكي بيتش. شموستي حببتي بموت فيك هذيك. عرفتي كاين شي زوامل كيدايرين كيحمقوا لكن ما كيبانوش يا اختي. الزوامل ما كيبانوش، ماشي بحال الزوامل الماسخين الاخرين. هادو ما كيبانوش يا اختي برك حيت كيخافوا من الشهره، راكم نتوما عارفين. ولكن ها
تيز عرفتي شي زوامل ولا فين تبان الشاطئ حموده ولا صوفيا ولا هذوك ما بقاوش كيبانوا. راه شي زوامل كاينين شماليات كي دايرين. عندي صحاباتي تطوانيات تبارك الله صنعن بها التيروقه نديرو. عندي صحاباتي كازاويات عاوتاني كدايرين بالزين وعادي دلوابل الفاسيات. مراكشيات ما عنديش معاهم، ما عنديش معاهم حيت مسمومات. انا سبحان الله شوفوا نقول لكم، انا تقريبا كل مدينه كنعرف التعامل ديالهم كيفاش دايرين. زعما كاينه برك حتى عاشرت بزاف ديال الاشخاص من مدينات بزاف وشفت التعامل ديالهم كيفاش داير، ولكن ما شفتش واحد ولا جوج، يعني شفت بزاف عاد باش اقتنعت انهم راه هما تقريبا كاملين مطليين بخريه وحده. واش فهمتوا البنات؟ غنطلقوا شويه الموسيقى اختي عن اذنك، عن اذنك اصاحبتي غنطلقوا غير اذنك يا صاحبتي. نشوفي في هاد اللحظه هادي غتنوضي غديري الزيف وغديري واحد الحركات واحد المشي واحد الشطحه يا اختي. انا نطلق لك الموسيقى يا اختي عن اذنك، وانت يا اختي شطحي وخدي راحتك. شوفي نقول لك صاحبتي حسب راسك في دارك اختي، خدي الراحه ديالك. غنجيب هاد لاباري تزبي هاتي وغنحط فيها التليفون ديالي باش نطلق لكم عن اذنك. اختي انا كنعرق دغيا. انا البنات اللي كتعرف شي دواء ديال العرق تعتقني به بالرجوله، برك حتى كنعرق بالزربه طق واحد جوج ثلاثه كنعرق. زعما كاينه شاري ولا معطريه الدوزان، ولكن اختي العرق ديالي خايب، دمي خايب، وعندي حساسيه من كلشي تقريبا. كتبدل الجو كتبدل البرد. دابا مثلا ملي كيكون الصيف وكيخرج الصيف كيدخل البرد بحال هذا الوقت هذا البشره ديال اللحم ديالي حتى هي كتبدل ليا. يا اختي ولا كليت على شي حاجه ما زويناش ما وافقتنيش من الداخل كيتخسر ليا وجهي. كتنوض ديال القشره في شعري. عندي واحد الكورب وعندي واحد الجسم، عندي واحد الحاله عرفتي علاش كنت مرمده معاها وصافي. ولكن دائما كنحاول ما امكن انني نقي، فهمتيني؟ نيطواياج ضروري والاهتمام ضروري. كنخسروا شويه الفلوس داكشي اللي عندنا كنحاولوا نقص. موت فيكم وفديتكم حق البنات خصني نمشي نصاغب سناني ياك يا اختي باش نبقى نبان زوينه. شحال غنخسر عليهم كاع ديروا لي شحال غنخسر على سناني البنات اختي باش نعرف اختي شحال غنجمع وشحال غنخلي. اختي يلاه ناويه نجمع ما عنديش من نجمع اختي راه غنمشي نصاغب سناني نبقى حماله. هبط اخويا اللي ما عندوش كونيكس الله يرحم لكم الوالد اللي ما عندوش كونيكس ديال خصو يصبع في الخرزه ديالو ما يبقاش يطلع يدير لي ستانطاج. الله يحفظكم. المهم البنات من بعد غادي نحط لكم الفيديو ديال ديك القحبه غادي نحطو لكم في انستغرام ديالي الاخر، غادي نحطو لكم في هذا الانستغرام هذا باش تشوفوا القحبه اللي قالت لك الطابوتشي اللي قالت لك هي ماشي زامله ولكن متشبهه بزاملات. هي ماشي زامله قالت على حسب ما قالت هي على حسب القول ديالها، ولكن احنا الفيديو عندنا وغادي نشوفوا الفيديو ماشي عندي انا البنت غتصردوا لي البنت راه سمعتوا قالتها في اللايف قبيله غتصرد لي البنت الفيديو. ولا كان يا اختي زامله حنا نشوفوا واش راجل ولا زامله. حنا غنشوفوا يا اختي واش راجل ولا زامله وغنكتشفوا الحقيقه ديال عباد الله. ما شنو غنخسروا حنايا؟ ما عندنا ما نخسروا. بحال اللي دارت صوفيا شنو سميتو الصعام قال لا انا ماشي زامله واش دير اليوتيوب جبد لك الفيديو ديالو ديريكتامين انت الزمن كارين يا اختي تعشاو معاك ويقلبوا لك كلشي على ظهرك. الله يخلص لا علاش انا ما كندير صحابي زوامل زعما في هذا الانستغرام في الراي ديالكم نتوما زعما كان كنخاف راه بنادم ما كتامنش فيه ما كتثقش فيه بنادم ولد الحرام.